واحد الليلة باردة والشتا خيط من السما عام 2013 في واحد الدوار ناحية خنيفرة سماوه دوار المنسيين، وقعان جريمة اللي قلبات المنطقة كاملة. البطل ديال هاد القصة هو مبارك، راجل في عمره 50 عام، خدام سراح وكيقابل الكسيبة عند واحد السيد لاباس عليه سميتو المعطي. مبارك دوز كثر من 20 عام ديال الخدمة والنية، وكان معروف في القبيلة بالمعقول والأمانة. المعطي الضحية كان في عمره 64 عام، راجل ميسور وعنده الأراضي والكسيبة، ولكن كان مكروه بزاف في الدوار. كان كيسلف الناس الفلوس بالريبة وكيستغل الضعف ديالهم، وكان قاطع الرحم مع عائلته وكلا ولاد خوه في رزقهم. المعطي كان مزوج ب3 ديال العيالات، وحده مورا وحده، حيث كان باغي الولاد ولكن ربي ما رزقوش، وكان ديما كيتهم العيالات باللي العيب فيهم. الزوجة الأخيرة ديالو الزاهية كانت صغيرة بزاف، 24 عام، تزوجها بزز من باها مقابل الدين اللي كان كيتسالو. في الفجر ديال نهار الأربع مبارك مشى للكوري باش يخرج الكسيبة كيف العادة، ولكن تفاجأ باللي الباب ديال الكوري كان محلول. ملي دخل لقى مشهد مرعب، المعطي مقتول مضروب في راسو ومعلق في السقف بحال السقيطة. مبارك خرج كيغوت وجمع الناس وجاو رجال الدرك. التحقيق كان صعيب وحير المحققين لعدة أسباب. أول حاجة، الكوري كان مسدود وما كاين حتى شي منين يدخل الواحد من غير الباب، والباب عنده غير 2 سوارت فقط، واحد عند المعطي وواحد عند مبارك. تاني حاجة، الكلاب ديال العسة اللي واعرين بزاف ما نبحوش في ديك الليلة، وهذا الشيء كيعني أن القاتل شخص كيعرفوه مزيان. الشكوك مشات في البداية ل3 ديال الأشخاص. الأول هو حميد ولد خو المعطي اللي كان هدد عمو في السوق قدام الناس بسبب الورث. الثانية هي الزوجة الصغيرة الزاهية وصاحبها عمر اللي رجع للدوار وكانوا باغيين يتزوجوا، والشك كان أنهم تفاهموا باش يتهناو من المعطي. الثالث هو مبارك السراح، ولكن استبعدوه في البداية حيث كان هو اللي بلغ، وزيد عليها الناس كيشهدوا ليه بالطيبوبة. مبارك قال في التحقيق باللي الساروت ديالو توضر ليه هذه مدة، وداكشي علاش المعطي جا في الصباح بكري باش يحليه الكوري، وملي جا لقاه مقتول. الخطة ديالو كانت محبوكة مزيان والتمثيلية دازت على الجميع، ولكن نقطة التحول في القصة كانت بفضل طفل صغير. هاد الولد كان كيلعب في الغابة ولقى ميكا مخبية، ملي قلبها لقى فيها بوط حذاء شتوي عامر دم. رجال الدرك شدوا داك البوط وعبروا النمرة ديالو، لقاوها نمرة 43. ملي قارنوا النمرة ديال المشتبه فيهم، المعطي كيلبس 41، حميد كيلبس 42، والمفاجأة كانت أن مبارك هو الوحيد اللي كيلبس 43. ملي حاصروه بالأدلة وبالشهود اللي شافوه لابس داك البوط، مبارك نهار واعترف بكل شيء، ولكن الصدمة الحقيقية ما كانتش في القاتل بل في السبب الدافع. مبارك ما قتلش المعطي على قبل الفلوس ولا السرقة، مبارك قتلو انتقاما لشرف بنته الصغيرة أمينة. مبارك عاود للمحققين بدموعه باللي واحد النهار صيفط بنته أمينة تدي الغدا للمعطي في الكوري. المعطي استغل الفرصة وحاول يتعدى عليها وحقرها. البنت هربات ورجعت للدار منهارة وعاودت لمها وباها شنو وقع. مبارك اللي كان كيعتبر المعطي بحال خوه الكبير حس بطعنة في الظهر وما قدرش يستحمل هاد الحقرة. قرر ينتقم، ولكن بذكاء دار خطة باللي الساروت توضر ليه باش يجبر المعطي يجي عنده للكوهلي في الفجر بلا ما يشك في والو. وفعلا ملي جا المعطي يحل الباب، مبارك كان كيستناه لداخل في الظلام. غدروا وضربوا للراس وعلقوا باش يبان بحال انتحار أو تصفية حسابات، ومشى رمى البوط في الغابة. المحكمة حكمت على مبارك ب20 عام ديال الحبس، ورغم بشاعة الجريمة أهل الدوار كاملين تعاطفوا مع مبارك وبقاو كيشوفوا فيه داك الأب اللي ضحى بحياته وحريته باش يغسل العار وياخد الحق لبنته من ظالم كان حاس براسو فوق القانون. وهكا سالت قصة المعطي ومبارك، قصة اللي بينت أن الحقرة نتيجتها خايبة، وأن المظلوم يقدر يتحول لوحش نهار كيتقاس في العرض ديالو.